الفرق الابراج وفرق بين الفلك وفرق بين الكلام ده مهم الاسترونومي جدا، او يعني ناس كتير قوي بيعمل يعني في خلط في الموضوع. طبعا في خلط كبير جدا في الموضوع. بس بصفة عامة الاسترونومي او علم الفلك هو علم دراسة الاجرام السماوية. يعني مثلا احنا بندرس الكواكب، بندرس كوكب زي المريخ، بندرس الجيولوجيا بتاعته، بندرس القمر، بندرس كويس. الجيولوجيا بتاعته، بندرس حركة الاجسام السماوية زي المذنبات مثلا. بندرس حتى بعض الكواكب من منظور نقدر نقول عليه شوية تجاري، اللي هو الكوكب دوت فيه مواد خام عاملة زي ايه مثلا، التنقيب عنها ممكن يبقى عامل ازاي، حركة الأجرام السماوية في السماء، حتى الدراسات النظرية مثلا وعلاقتها برضو ازاي الكواكب بتتحرك، ازاي الجاذبية بتأثر على بالظبط. الأشياء دي، الدراسة العلمية للأمور. ده الأسترونومي، ده علم الفلك، هو دراسة علمية مبنية على الفيزياء والرياضيات. لكن في الأسترولوجي أنت ما عندكش فيزياء وما عندكش رياضيات. يعني ما يقدرش حد مثلا يقول لك دي معادلة برج الدلو. تمام. في المعادله دهيت لو انت برج الدلو، حط الارقام جوه المعادله دي او هات المعطيات دي جوه المعادله، هتبقى حياتك ماشيه بالطريقه ديت. محدش يقدر يعمل كده، محدش يقدر يوصل للمرحله دي. فبنقول عليه ان ده ليس له علاقه بالعلوم. طب الابراج ايه؟ هي مجموعات نجميه عادي. عندنا 88 مجموعه نجميه، 12 مجموعه هي مجموعات الابراج او الزودياك ساينز، وهي لها حسابات رياضيه. لكن ملهاش علاقة بفكرة حظك اليوم أو رزقك اليوم، أو ملهاش تأثير على حياتنا مباشرة. خالص. ولا هي ولا أي حاجة تانية. يعني ولا حتى الكواكب ولا حتى النجوم. ما ينفعش النهاردة أجي علميا أقول نجمة بعيدة عني 1000 سنة ضوئية مثلا بتأثر على حياتي النهاردة وأنا بشرب كوباية القهوة. او المد والجزر والحاجات دي مد ما. والجزر قمر، واتكلمت إن القمر بيأثر على أجسام ضخمة من المية زي المحيط الهادي، لكن ده ما ينفعش ده يقارن كلام بالدورة كبير، ده الدموية. ده ده لازم له عدد من الحلقات، مش طبعا.